وبعد ما دخلت العياده وقعدت هي ومامتها واختها وكانت جايه من البلد اللي هي متجوزه فيها علشان تكشف عند دكتوره، انا كنت شايفه ان هي محتاجه اعاده هيكله، كان باين عليها التعب جدا على كلامها ان هي متجوزه في بيت عيله، لكن الاهم من كل ده ان هي كانت محتاجه تسال سؤال وعاوزه اجابه واضحه. ولما مامتها عرفت ان هي حامل قررت ان هي تجيبها بعد 3 شهور تكشف وتطمن عليها. البنت كانت داخله وشها باهت جدا، كان واضح جدا ان عندها انيميا، كانت مرهقه وتعبانه من الشغل في بيت العيله، لكن كل ده ما كانش مهم بالنسبه لها. هي كانت عاوزه اجابه لسؤال واحد بس: يا دكتوره انا لو اكلت جزر ده هيضر البيبي؟ قالوا لي ده، عشان كده انا قلقت جدا. قد ايه انا كنت مقدره قوي الاحساس اللي هي حاساه ده، على قد ما الواحد بيحب الحاجه بس ممكن يتنازل عنها عشان خاطر سلامه البيبي، وعلى قد ما هتاكلي جزر فاكيد مش هتوصلي لمرحله الارنب. عشان كده كلي براحتك، في فيتامين ايه، فيتامين سي، غني بالالياف، هيحسنك الهضم جدا، كمان في مضادات اكسده. بصت لي وقالت لي عادي يا دكتوره انا مش بحب الجزر قوي. بجد يعني بعد كل الفرق ده مش بتحبي الجزر؟ انت جايه تختبري هرموناتك عندي في العياده؟ ولو وصلتك معلومه الجزر فيا ريت تزودي عليها ان كمان الكبده ما بنفضلش ان احنا نزودها قوي في اول 3 شهور. لو بتحبيها زي حالتي كده خدي كميه بسيطه اسبوعيا، مش هنكتر منها اول 3 شهور لان هي ممكن تعمل مشاكل للبيبي. اعملي لي فولو دكتوره اماني كمال، اخصائيه النساء والتوليد.